الخفافيش من اسرع الحاجات اللي ممكن تنقل السعار في العالم، والكارثه ان عضتها صغيره جدا لدرجه انك ممكن ما تحسش بيها، لكنها كفيله انها تنقل الفيروس. عرفت بقى انا اقصد ايه؟ القطط. ايوه القطط كمان بتنقل الفيروس. اي نوع قطه قادر يحمل الفيروس ده وينقلهولك عادي جدا، وبرضه بتنقلهولك عن طريق لو عض او خربوش. انا ماليش دعوه، بس هم كاتبين ان القطط مش غداره او غداره، ده موضوع تاني. القطه دي بتقدر تحمل الفيروس ده، تقدر تنقلهولك باي طريقه. يعني من الاخر حماده سيب القطه وخلاها في حالها. الثعالب البريه ممكن يبقى عندها الفيروس ده وتنقله للبشر او الحيوانات الاليفه، وعشان كده بعض الدول اللي فيها حيوانات كتير بيعملوا تطعيم سنوي جماعي لكل الحيوانات خوفا من السعار يتنقل. الراكون خصوصا في امريكا وكندا، الراكون المسعور تصرفاته بتبقى غريبه جدا وبدل ما يكون حيوان خواف زي الطبيعي تلاقيه بيهجم على اي حاجه قدامه سواء بشر او حيوانات اليفه. السعار بقى بيبقى عميهم ومقوى قلبهم خالص، ده لو عندهم قلب يعني. وحيوانات المزارع البقر والحصنه ممكن يتنقل لهم السعار وممكن ينقلوه للبشر. يعني لو حصل وكلب عضك انت مش رايح المستشفى عشان تاخد 3 ايام اجازه من الشغل، انت رايح فعلا تنقذ حياتك. تعرف ان الفيروس ده ما بيتنقلش ولا بالدم ولا من العظم، الفيروس ده بيتنقل من عن طريق الاعصاب، والاعصاب دي في جسمك عباره عن شبكه، يعني لو دخل الاعصاب لازم تاخد تطعيم السعار في اسرع وقت، واي تاخير ممكن يكون غلطتك الاخيره. على فكره حتى لو الخربوش او العضه صغيرين الفيروس بيتنقل بسرعه رهيبه. قلت لك كل الحاجات دي، تعال